بتاعت الغربه، فلازم تبقى عارف ان الغربه هتعلمك ازاي تبقى راجل، فغصب عنك غالبا هتتعلم لغات جديده، وكمان اكبر دوله فيها فرص في العالم كله، خليك تحس باحاسيس عمرك ما كنت هتحس بيها اصلا. مش محتاج اقول لك بالجنسيه الامريكيه ممكن تعمل ان هو عايش جوه البلد هنا ومش عايزك تيجي اصلا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معاكم ازيكم اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال. النهارده ان شاء الله هتكلم معاكم على فوائد الغربه، ولكن لو ما شفتش الفيديو اللي قبل ده على طول خش اتفرج عليه ضروري جدا. هسيب لكم اللينك بتاعه فوق هنا، هتكلم فيه على السلبيات وضريبه الغربه لما تتهجر ان شاء الله. ولذلك احنا بنعمل الجزء الثاني من الفيديو وهي فوائد الغربه باذن الله اللي تستفيد منها ان شاء الله. ولكن قبل ما ابتدي الفيديو بتاعي معاكم احمد بيقول لي جاكسون ممكن افيدك جدا في مواضيع السفر عن طريق خبره وتجربه وكل الكلام ده. ما تنساش تعمل لنا لايك وفولو وشير وسبسكرايب على اليوتيوب ان شاء الله علشان ما يفوتكش اي جديد وتستفيد باذن الله. خليك فاكر لو نويت انك تهاجر ان النجاح مش بس في السفر، النجاح في انك ازاي تعرف ان انت تنجح، وانك تحول الغربه بتاعتك من محنه الى منحه، ومن تجربه صعبه الى اكبر فرصه نجاح في حياتك. وخليك عارف ان طول ما انت في الغربه هتشوف حاجات اللي لسه ما سافرش لسه ما شافهاش وما عرفش عنها حاجه. اهم حاجه تفكر وتقرر وتستعين بالله، وخليك دايما فاكر ان انت هتكون سفير لدينك واخلاقك ولاهلك ولوطنك ولقيمك وتقاليدك. وخليك فاكر قبل ما اخش لك على فوائد الغربه، فاكر ان دايما يبقى ليك بصمه ايجابيه في كل مكان بتروح. وخليك فاكر ان الغربه مش مجرد نهايه، الغربه بدايه للحياه اللي انت هتقررها وتكتبها بنفسك. هتكلم معاكم في فوائد الغربه دلوقتي، بس خليك فاكر ان في اخر الفيديو ده في رساله هوصلها لك ان شاء الله، عل وعسى انها تكون مفيده جدا ليك في الغربه باذن الله. والنصيحه دي ممكن تكون اهم من كل الفوائد بتاعه الغربه اللي انا قلت لك عليها. فاكد عليا ان انت سمعتها في التعليقات ان شاء الله. اعيروني انتباهكم مره اخرى ويلا بينا نبتدي الفوائد بتاعه الغربه. بص يا سيدي، اول نقطه معانا النهارده ان شاء الله وهي الاستقرار وتطوير الذات. الغربه هتعلمك انك تعتمد على نفسك بكل ما تحمله الكلمه من معنى، من اتخاذ قرارات يوميه لحد تحقيق اهدافك الشخصيه والمهنيه. ده مش بس كده، ده هتعلمك ازاي تعدي بكل حاجه صعبه لوحدك. يعني وقعت في مشكله مطلوب منك تحلها لوحدك، وللاسف مش هتلاقي حد تحكي له ولا هتلاقي حد يقف معاك. فلازم تبقى عارف ان الغربه هتعلمك ازاي تبقى راجل، اتخاذ قراراتك، انك تعرف تفرق بين الصح والغلط. هتعلمك تعيش لوحدك من اول ما تصحى من النوم لحد ما تروح تنام، من ضغط شغل نفسي وعصبي وبدني وذهني، وكل ده مطلوب منك انك تعديه لوحدك. ولو في اي نوع ضغط عليك فانت بتحله مع نفسك وبتتكلم مع نفسك. فالغربه في النقطه دي من الاخر هتعلمك ازاي تقدر تعتمد على نفسك اعتمادا كليا، وتبتدي تتعرف على شخص انت عمرك ما كنت تعرف عنه اي حاجه خالص. وانا هنا ما بتكلمش بقى على المشاكل وازاي تحلها، لان يمكن في بلدك في ناس ممكن تساعدك في مشكلتك، اما في الغربه انت مطالب انك تحل كل مشاكلك بنفسك. النقطة الثانية من فوائد الغربة وهي الثقافات الجديدة. هتتعرف على كمية ثقافات جديدة عمرك ما تخيلتها في حياتك. ده غير ان انت لما تتغرب هتعرف يعني ايه قيمة اللغات، وان انت بدل اللغة يبقى معاك 2 و3. فغصب عنك غالبا هتتعلم لغات جديدة. يعني لو معكش غير عربي هتتعلم انجلش، لو معاك انجلش وعربي هتتعلم اسباني، وهكذا. يمكن ده ما يكونش قاعدة بالنسبة للغة، لان اللغة بالتحديد بتحكم عليك ان انت تتعرف عليها بسبب الناس اللي حواليك او الشغل اللي انت فيه او مكان السكن اللي انت عايش حواليه. فمش شرط قوي تعرف لغة جديدة، ولكن لا متأكد منه انك هتتعرف على لغات كتيرة جوه الغربة، وغالبا هتشوف الدنيا بمنظور تاني، منظور مختلف هيساعدك انك تكون اذكى وانجح. الفرصه الثالثه وهي الفرص المهنيه والتعليميه. طبعا مش محتاج اقول لك ان انت لما تيجي على البلد هنا ان شاء الله هتلاقي فرص كتيره جدا جدا جدا، وبالتحديد في امريكا. لما تنزل على امريكا معروف جدا ان هي الحمل الامريكي، وكمان اكبر دوله فيها فرص في العالم كله. تلاقي فرص بقى من شغل ومن تطوير الذات شويه ومن حاجات كتيره جدا هتفتح عينك على البيزنس. ده غير ان انت اصلا لو جاي شغال في مجال معين انت ممكن تلاقي فرصه كبيره جدا في مكان اكبر بكتير من اللي انت كنت شغال فيه. يعني من الاخر فرص كتيره جدا في انك تشتغل في مكان افضل، تاخد مرتب اعلى، او حتى انك تدرس دراسه حلوه جدا وبعد ما تدرس وتخلص تسافر على اي دوله عربيه وتبتدي حياتك من اول وجديد. بس اسمع كده ان انت دارس في جامعه امريكيه. من الاخر الفرص المهنيه والتعليميه فرص لا حصر لها في امريكا، واكيد هتستفيد منها في الغربه في انك تطور من نفسك، ولازم تمسك بالفرصه دي وبالذات المهنيه والتعليميه. نخش بقى على النقطه الرابعه وهي الحاله الاجتماعيه وتحسين المستوى المعيشي. واحده من اهم الفوائد اللي جوه البلد هنا ان انت لما تتغرب هتعرف انك تحوش فلوس كده كده، وسيبك من اي حد بيقول لك انك مش هتعرف تحوش فلوس. انت لو اتغربت هتشتغل وهتعرف تعمل فلوس، وزي ما قلت لك سيبك من اي حد بيقول لك انك مش هتعمل فلوس، عشان اللي بيقول لك مش هتعمل فلوس ده هو غالبا قاعد جوه البلد هنا. وباي ذا واي يعني لو احنا بنتكلم في النص كده، فاي حد بيقول لك ما تجيش البلد هنا، او اي حد بينتقد اي حد بيتكلم عن حاجه كويسه جوه البلد هنا، لازم تبقى عارف ان هو عايش جوه البلد هنا ومش عايزك تيجي اصلا، لان مفيش واحد عايش جوه البلد هنا هينتقد البلد ويقول لك ما تجيش وهو اصلا عايش فيه. فيعني من الاخر لو كانت وحشه كان مشي هو قبل ما يقول لك ما تجيش. معلش الكلمتين دول ممكن يحرقوا شويه ناس مننا، ولكن خلينا نكمل النقطه الرابعه. وفي الاخر ماديا في موضوع الحاله الاجتماعيه ده، فانت تقدر تلحق ما تبقى لك من العمر في انك تقدر تحوش فلوس تبني بيه مستقبل افضل ليك ولعيالك. النقطة الخامسة بقى وهي تكوين علاقات جديدة. هتبتدي تتعرف على ناس كتيرة جدا من كل الجنسيات اللي ممكن تتخيلها في حياتك. عايز اقول لك ان دي حاجة كويسة جدا، ولكن هي فيها حتة ممكن توقعك في الغلط. ولكن لو انت واحد زي ما قلت لك انت عارف انك انت سفير لدينك والاخلاقك وتقاليدك وعاداتك والكلام ده كله، تعرف ان انت ممكن تستفيد من الحتة دي. كل ما هيبقى عندك علاقات كتيرة بس انت تبقى عارف مسميات العلاقات دي ايه بالظبط. يعني ما ينفعش تسمي كلمة صحاب لحد من العلاقات دي، هي مجرد علاقات هتفيدك جدا في حياتك المهنية والاجتماعية جوه البلد هنا، وهتديك فرصة لما تيجي تفكر انك تسافر على اي دولة حول العالم انك تلاقي نفسك تعرف حد فيها بالصدفة اصلا. فدي بتكون لك شبكة علاقات هتفيدك جدا في الغربة.
النقطه السادسه بقى ودي مهمه جدا في فوائد الغربه، وهي الاختبار الحقيقي في انك تصبر وتتحمل. لما تيجي هتعرف ان الغربه مش سهله، بس هتعلمك الصبر وازاي انك تتعامل مع كل المواقف اللي بتعدي بيها، لان انت هتعدي بمشاكل زي ما قلت لك وتحديات كتيره جدا، وهتعلمك ازاي يعني ايه صبر وتحمل. ده غير كمان انها هتعلمك وهتحسسك باحاسيس عمرك ما كنت هتحس بيها لو ما اتغربت. زي مثلا مثل بسيط جدا، ان انت واحد صاحبك مثلا يبقى عارف عنوان بيتك ويقول لك انا هعدي عليه. يمكن انت في بلدك ما بتحسش بدي، او مثلا انت عارف مكان القهوه اللي بنقعد فيها، او 10 من صحابك عارفين بيتك فين وممكن يعدوا عليك عادي جدا. هتكتشف ان ده في الغربه مش حاجه طبيعيه اصلا، مفيش حاجه اسمها انا كل يوم رايح معدي عليه. الغربه هتخليك تحس باحاسيس عمرك ما كنت هتحس بيها اصلا، حاجات انت كنت مفكر انها عاديه، ولكن لما تقعد في الغربه وتعيش فيها شويه هتعرف ان الحاجات دي ليها قيمه، وهتبتدي تحس بالفرح، وهتعرف قيمه كل حاجه في حياتك، من اول صوت اهلك وهما بيتكلموا معاك في البيت، لحد اصدقائك اللي يعرفوا عادي جدا عنوانك وبيعدوا عليك، لحد لمه الاكل مع بعض، او دخلت رمضان وكل سنه وانتم طيبين لما كلنا نبقى متلمين في قعده واحده، وحاجات كتيره جدا من هذا القبيل. من الاخر الغربه هتعلمك قيمه كل حاجه بتحصل حواليك، لو انت مش حاسس بيها دلوقتي ففي الغربه هتحس بيها. ودي نقطه مهمه جدا في الفيديو اللي فات اللي اتكلمت فيه عن سلبيات وضريبه الغربه، ان انت اصلا تتعرف على حد لسه عنده قيم واخلاق وسوي مع نفسه، دي حاجه صعبه جدا وغالبا مش هتلاقيها بسهوله. ده لو دي واحده برده من الحاجات اللي هتعلمها لك الغربه، ودي حاجه مفيده صدقني مش حاجه وحشه. سابع حاجه بقى حابب اتكلم فيها عن فوائد الغربه ان شاء الله، هي حاجه اتكلمت معاك فيها قبل كده لكن هتكلم معاك فيها بالتفصيل شويه، وهي انك تلحق ما تبقى لك من مستقبل، او بمعنى صح انك تستثمر في المستقبل بتاعك. الغربه من اهم الفوائد بتاعتها انها تعمل لك شورت كات لحياتك. الخمس سنين بتوعك في الدوله اللي انت عايش فيها دلوقتي، الغربه بوجه عام او السفر لامريكا هيختصر لك الخمس سنين في كام شهر، فانت مش بس بتستثمر في المستقبل بتاعك، انت بتستثمر في عدد سنين اللي انت هتعيشها. غير طبعا انها بتفتح لك بوابات ان انت يكون معاك جنسيه ثانيه، فبدل ما تكون بس جنسيتك البلد اللي انت جاي منها، فانت كمان معاك الجنسيه الامريكيه. مش محتاج اقول لك بالجنسيه الامريكيه ممكن تعمل، ولكن لو مهتم انك تعرف تعمل ايه بالجنسيه الامريكيه اكتب لي في التعليقات محتاج فيديو بس للموضوع ده، وانا ان شاء الله اصور لك واحد في اسرع وقت عشان تشوف وتستفيد. قبل ما اقول لك على النصيحه اللي هقولها لك ان شاء الله في اخر الفيديو، خليني اقول لك على حاجه يمكن كتير مش هيقولها لك عن الغربه. لازم تبقى عارف ان الغربه مش للجميع، يعني مش اي حد هيتغرب هيعرف ان هو ينجح. زي ما في ناس كتيره جدا نجحت في الغربه، في ناس كتيره جدا برضه فشلت، والسبب انها ما بتعرفش تتاقلم اصلا مع الغربه او الحياه الجديده. ولازم تبقى فاهم ان فكره ان الحياه بره مثاليه دي فكره مش سليمه تماما، لان في ناس كتيره جدا مفكره ان اي حد عايش في الغربه هو عايش حياه مرفهه، ولكن الحقيقه ان النجاح في الغربه محتاج منك تعب ومجهود فوق ما تتخيل. وبرضه خليك عارف ان حياتك وعلاقاتك الاجتماعيه هنا بتكون اصعب جدا، ممكن عادي جدا تحس ان انت وحيد رغم كميه الناس اللي حواليك، لان مش كل الناس هتفهم ثقافتك ولا اسلوب حياتك، مش كل بلد بتديك فرصه متساويه. ولازم تبقى عارف دايما ان الغربه ليها مفاتيح نجاح ومفاتيح فشل. مفاتيح نجاح عشان تقدر توصل لها محتاج منك سعي ومجهود واصرار، اما مفاتيح الفشل بتيجي لحد عندك. خد بالك الله يكرمك، ويلا على النصيحه اللي عايز اقولها لك في اخر الفيديو. ولكن لو انت وصلت للنقطه دي قبل ما اقول لك على النصيحه ما تنساش الله يكرمك دعمنا بلايك وشير وفولو لو انت على الانستجرام او التيك توك او الفيسبوك، ولو انت على اليوتيوب ما تنساش تعمل لنا شير وسبسكرايب عشان تستفيد ويجي لك كل جديد باذن الله. بص يا سيدي في نهايه الفيديو خليني اقول لك معنى كلمه غربه في كام كلمه. الغربه بكل بساطه ان انت او انت لو ما دخلتيش مطبخ قبل كده فانت هتعرفي يعني ايه تطبخ، وهتعرفي ازاي توفري فلوس عشان ما تشتريش اكل من بره وتبتدي تعملي اكل لنفسك او لنفسك في البيت. وتاني حاجه هتكتشف قدرات جواك عمرك ما كنت تعرف ان انت تعرف تعمل اي حاجه من الحاجات دي قبل كده، هتبتدي تشتغل حاجات عمرك ما كنت تسمع عنها وحاجات عمرك ما كنت تفهم ان انت ممكن تعرفها في يوم من الايام. وهيجي عليك وقت كده هتسال نفسك السؤال بتاع هو انا ايه اللي انا عملته في نفسي ده، ولو ما سالتش نفسك السؤال ده لحد النهارده فانت لازم تبقى عارف انك لسه ما اتغربتش، لان المفروض الغربه هتعلمك ما يقارب اكتر من 10 20 شغلانه عادي جدا، فمن الطبيعي جدا انك تشتغل شغلانه بعيدا خالص عن المجال بتاعك، وهنا بقى هتكتشف القدرات بتاعتك اللي ما كنتش تعرف عنها حاجه خالص قبل كده. وبرده الغربه هتعلمك ازاي تقدر تقول لا اصلا، ولا بحسم كده اللي هو لا، يعني واحد غتت، واحد رخم، واحد عايز ياكل حقك، واحد ضايقه، واحد مش اي حاجه هتقول له لا في وشك كده، انت لا اعمل لي كده لا، طب ممكن مش عارف ايه، لا الغربه هتعلمك ازاي تقول لا، ودي حاجه بجد مهمه. وواحده برده من الحاجات المهمه جدا ان الغربه هتعلمها لك هو ان انت تعرف تتعامل انك تقعد مع وحدك اصلا، يعني من الاخر الغربه هتعلمك ازاي تستمتع بالوحده. هي طبعا بتبقى حاجه كويسه جدا لو انت واحد بتحاول تنجح ان يكون الوحده هو صديقك المفضل فيها، ولكن الغربه هتعلمك ازاي تستمتع بيه. طبعا كل ما تقعد مع نفسك هتقدر انت تطور من نفسك، وكمان تقعد قاعده صفا مع نفسك، تعرف تبص للمستقبل وتعرف تحدد النقاط اللي انت محتاجها في هدفك ان شاء الله. وقلت لكم قبل كده لو انت واحد غربت وما عندكش يوم او يومين اجازه لازم تاخد يوم او يومين اجازه، لان ده هيفرق معاك جدا في انك تعرف ازاي تكمل في الغربه وتعرف ان انت تبص للمستقبل ان شاء الله. لكن طول ما انت ما عندكش وقت لنفسك فانت هترجع مرهق، وهيبقى يومك زي اسبوعك زي السنه بتاعتك، وهتفضل زي ما انت كده محلك سر. وطبعا مع الوقت مش محتاج اقول لك ان انت هتفكر في الفلوس بطريقه مختلفه عن اي حد، يعني بعد كده لما تيجي تشتري حاجه هتقعد تحسبها اللي هو انا اشتغلت قد ايه بالفلوس دي، كانك بالظبط رايح تشتري حاجه فبتفكر وانت بتشتريها ان انت بتبيع 3 ايام من الشغل بتاعك، يعني من الاخر طريقه تفكيرك في الفلوس هتبقى مختلفه تماما عن قبل الغربه. واخر حاجه حابب ان انا اقولها في الفيديو ده ان شاء الله، وهي ان الغربه بجد هتخليك تعرف
ازاي انك تقدر اهلك وبلدك بطريقه عمرك ما كنت تتخيلها. بس يا سيدي وده كان فيديو النهارده، شكرا جزيلا على المشاهده، يا رب تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من الفوائد اللي هتستفيد بيها في الغربه ان شاء الله، ويا رب اكون خفيف عليكم النهارده. وما تنسوش تدعمونا بسبسكرايب وشير للفيديو ده لو انت على اليوتيوب، عشان نفهم اليوتيوب ان الفيديوهات دي مهمه ومحتاجين الناس تشوفها ان شاء الله، لان طبعا مع اخر فتره انا ما كنتش بنزل حاجه خالص، الريتش وقع جدا عن زمان. ولو انت على اي بلاتفورم ثانيه ما تنساش تعمل لنا لايك وفولو عشان ما يفوتكش اي جديد باذن الله. يا رب اكون خفيف عليكم النهارده، ويا رب تكونوا استفدتوا. وما تنساش تشوف الفيديو اللي قبل ده عن السلبيات وضريبه الغربه لو انت ناوي تهاجر، هتستفيد منه جدا برضه، وتاخد بالك من حاجات ممكن تقع فيها، ولعل وعسى تكون استفدت واتعظت من الحاجات دي كلها. اشوفكم على خير فيديو جديد باذن الله. ولو عندك اي سؤال او حابب ان انا اعمل لك اي فيديو معين عن حاجه معينه ممكن تسيب لي في التعليقات تحت ان شاء الله. يا رب اكون خفيف عليكم، ويا رب محبب فينا خلق، واللهم ابعد عنا كل شر باذن الله. اشوفكم على خير باذن الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.